بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد من قناة أسرار المطبخ مع سماح. فيديو النهاردة هنعمل فيه نوع من أنواع المشاوي بتتبيلة حلوة وجميلة وهتعجبكم. هنعمل صدور فراخ وأفخاد فراخ أو الوراك بتاعت الفراخ على حسب ما بتسموها. المهم انا معايا هنا 4 صدور، قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين. طبعا خلي بالك على ايدك وانتي بتقطعي، بصي على طريقة التقطيع بتاعتي. انا بقطع باتجاه ما انا ماسكة الصدور، وبعدين بقلب السكينة علشان يعني ايه ما تعورش ايدي. وانتي برضو خلي بالك على ايدك عشان ما تتعورش. صدر الفرخة بيتقطع معاكي في حدود 3 شرايح او 4 شرايح على حسب سماكة الصدر. التتبيلة اللي احنا هنعملها النهاردة ان شاء الله هتعجبك جدا. انا خدتها من جماعة اصحابي اصحاب مطاعم هنا للمشاوي، وبستخدمها بقالي سنين السنين وعيالي بيعشقوها، فان شاء الله هتعجبك يعني وهتدمنيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الصدور على شرايح وهركنهم على جنب. طبعا انت مش شرط انك تروحي تشتري صدور مخصوص علشان تعمليها، لا، الصدور دي انا خليها. يعني انا جايبه الفرخه وانا اللي بمسك الفرختين مع بعض، اروح واخد الصدور على بعض واخد الايه الوراك على بعض وايه واخليهم يعني. بعدين هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تخليها. المهم مسكت الوراك وقطعتهم فتحتهم شرايح كده عشان التتبيله تدخل فيهم. آه هركنهم على جنب. لو وصلتي لحد هنا وما اشتركتيش يا ريت تنزلي وتشتركي وتشرفينا باشتراكك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنا انا جبت مشمع، كيس اللي هو بتاع التلاجة دوت، وفتحته وحطيت فيه الوراك زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ادق. المدق ده بيبقى فيه حتتين، جزء تخين وجزء اسنانه رفيعة. انا بدق بسنانه الرفيعة. طبعا على الوراك انا بدق جامد، اما الصدور فبيبقى الدق حنين علشان ما تتهراش منك ولا تتفتت. تمام. هنا علشان الوراك بيبقى لحمها فيها فصوص، فانا عايزه اخليها يعني ايه متساويه، وعلشان في الشوي ما تبقاش اجزاء استوت واجزاء ما استوتش. تمام. فالدق بيبقى ايه بشده شويه مع الورك، اما مع الفخاد فلا. والتتبيله دي على فكره ممكن تعملي بيها فرخه كامله، ممكن تعملي بيها اللي هي الاجنحه، ممكن تعملي اي نوع مشاوي، مفيش اي مشكله بالنسبه لك. تمام. هبدأ هنا اعمل الصدور. الصدور انا بفردها زي ما انتم شايفين كده، والدق بيبقى عليها بحنية خلاص عشان ما تتقطعش منك ولا تتفتت. وايدك هي ميزان على فكرة، انت بتحسسي عليها كده. لو حسيتي بحتة عالية بتدقي عليها، وطبعا بقلبها وادق عليها. هنا الفيديو انا مسرعاه لان مدة الفيديو اطول من كده، فعلشان الجماعة حبايبنا اللي هم عندهم الباقات والنت عندهم ضعيف يقدروا يتفرجوا على الفيديو ويستفادوا منه، والباقة بتاعتهم ما تخلص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش اللايك بقى يا جماعة، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، والشير علشان غيركم يستفيد. زي ما انتوا شايفين كده انا بجس بايدي وبعمل بالمدق. ممكن تعملي بايد الهون عادي، لو ايد الهون بتاعتك كويسة ممكن تعملي بيها. والسماكة زي ما انتوا شايفين كده ما بت ايه ما بيتهراش ولا بيتفتت ولا اي حاجة.
زي ما انتوا شايفين انا بجس كل قطعة انا بدق عليها بايديا عشان تبقى ايه مساوية. هنا هنبدأ نعمل التتبيله. التتبيله عندك في المبشره في وش ناعم اللي انت بتعملي بيه الجنزبيل والحاجات وقشر البرتقال علشان تعملي بيه الكيكه، وفي اللي هو الكبير المبشره الكبيره اللي انت بتعملي بيها البصل. لا انا عايزه اللي هي الناعمه. ليه انا بشتغل بالجزء الناعم اللي هو في المبشره؟ علشان اثناء الشوي الحاجات دي ما تتحرقش وتعمل ريحه شياط. تمام. انا هنا بشرت قشره الليمونه وهاخد عصر الليمونه. الليمونه دي معايا يعني حلوه، مش كبيره قوي ومش صغيره، وسط، بس المهم انها مليانه ميه. لو الليمون بتاعك صغير خدي ليمونتين. ومعايا هنا بصلايه اكبر من البيضه بشويه، يعني بصلايه مش كبيره، انا مش عايزه غير هتدي طعم البصل فيها. وبرضو بشرتها بنفس الجزء اللي هو الناعم، المبشره الناعمه يعني الصغيره يعني. على فكره لو انت عايزه تعملي البصله في الكبه مفيش اي مشكله، بس هي عشان بصله صغيره فانا بعملها بالمبشره وباخدها البصلة بميتها لانها حجمها صغير اكبر، يعني البيضة اللي هي كبيرة قدها. هنا انا دقة توم في حدود يعني 4 5 فصوص، وكوباية زبادي كاملة انا حطيتها. ده مش صلصة، ده اللي هو دبس الفلفل. لو انت ما عندكيش دبس فلفلة اللي هو الفلفل الحلو، ممكن تجيبي قرن فلفل احمر وتشويه وبعدين تفرميه. وحطيت حبة زيت زيتون وحبة زيت عادي. لو انت ما عندكيش زيت زيتون عادي مفيش اي مشكلة، حطي الزيت العادي بيكفي. وحطيت ملح وشوية خل، وهبدأ احط التوابل. ده جنزبيل بودر. طبعا انت ما عندكيش معيار بالنسبة للتوابل، بس انت عينك ميزان علشان تشوفي انت هتحطي ايه. انا حطيت الجنزبيل بودر وحطيت فلفل اسمر، وده هيل ناعم، وده كمون ناعم. هتقولي لي فراخ بتحط لها فلفل اسمر بس؟ لا، المشاوي بالنسبه للفراخ بيتحط لها حبه كمون. وبتحطي الزعتر الناشف. في فرق بين الزعتر الناشف وفي فرق بين الزعتر اللي احنا بنحطه على الاكل اللي هو بنحطه على زيت الزيتون وناكل. وهنقلب كله مع بعض. بعد ما تقلبي دوقيه، لو حسيتي انه محتاج حبه ملح حطي حبه ملح. هنا بقى انا استغنيت عن المعلقه وهبدا اشتغل بايدي. هقلبها كويس جدا. انا حسيت انها قليله، حبه ملح اللي انا حطيتهم قليلين على الكميه اللي معايا، فانا زودت شويه ملح صغيرين. هنا انا بعد ما قلبتها كويس جدا، على فكره انت مش لازم تعملي مواعين كتيره، لا، نفس الصينيه اللي انا هتبل فيها واسيب فيها هي اللي انا شغاله فيها. زي ما انتم شايفين انا جمعت التتبيله على جنب، وهبدا اتبل واركن في الصينيه على الجزء اللي انا فضيته. زي ما انتم شايفين كده بحط عليها من الجهتين واركن، احط واركن لحد لما اخلص كل كمية الفراخ اللي معايا، صدور الدجاج والورك. تمام. بتبل من على الجنبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صراحة التتبيلة دي ريحتها جميلة جدا، وبتخلي المشاوي ريحتها وطعمها روعة. شوفي انتي لو عملتي دولت هيكلفوكي كام، وشوفي لما تروحي تشتريهم من محل مشاوي هيكلفوكي مبلغ وقدره. في البيت يعني الجيران هيجي يسألوك انتي ايه اللي عندكم، لان ريحتها فعلا فعلا جميلة. طبعا انا هنا بحاول ان انا ادخل التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها في الوراك، وهبدأ هنا اركنهم. التتبيلة دي
انت ممكن تعمليها من بالليل وتشوي تاني يوم لو عندك عزومة او كده. لو انت مستعجلة، اقل حاجة تفضل فيها ساعتين، اقل حاجة تفضل التتبيلة دي في الوراك، في اللحمة يعني او الفراخ دي في التتبيلة على الاقل ساعتين. ممكن تعمليها من بالليل لتاني يوم، ممكن تعمليها الصبح وتشوي بالليل، يعني اللي يعجبك. هنا انا همسح بقى، خلصت، انا همسح حروف الصينية وهغطيها بكيس بلاستيك وهحطها في التلاجة. ممكن تحطي في علبة، ممكن تحطي في اي حاجة تعجبك انت، انت حر، ليكي حرية الاختيار. بس انا هنا انا بحط في كيس واحط الصينية كلها فين؟ في التلاجة. هنا انا هعمل التتبيلة بتاعة المشاوي. انا هنا حطيت اللي هو الملح المبهر بتاع السفرة، انا هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هحطه في طبق وهحط معاه سماق. تمام. هنا انا معايا بقدونس، بجيب يعني ربطتين 3، بس بتبقى الربطة مليانة يعني على الكمية اللي انت عايزاها، وتقدري تفرشيها فيها. لانه لما بيتدبل الصراحة مع المشاوي لما بتنزل عليها وهي سخنة وتدبله بيبقى طعمه حلو جدا. انا بشيل اول جزء وبرميه وابدأ اقطعها، يعني لا هي طويلة قوي ولا هي ناعمة قوي زي اللي احنا بنعملها للمحشي، لا، يعني بتبقى في حدود سنتي ونص 2 سنتي الطول بتاعها. وابدأ احطها في الصينية. كل ما بحط حبة برش عليهم من التتبيلة اللي انا عاملاها، اللي هو الملح ابو فلفل اسمر المبهر والسماق. تمام. انا معرفش السماق ده عندكم في بلادكم اسمه ايه، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتتابعوني من انهي بلد، او اللي شاف الفيديو من انهي بلد. هنا انا هبدأ اعمل حاجات آه هدخلها برضك من ضمن المشاوي. انا جبت معايا هنا حوالي 6 بصلات بنفس حجم البصلة اللي انا عملتها في التتبيلة، واقطعها دواير زي ما انتوا شايفينها كده. لو انتي البصلة بتاعتك كبيرة اقطعيها على نصين عادي، مفيش مشكلة. في ناس بتحب تقطعه كده جوليانو وتحطه على البقدونس على طول، لا انا بحب اشويه. اما بيتشوى بياخد طعم تاني وريحة حلوة. ولو اللي بياكل ما بيحبش البصل اللي هو الني هيحبه جدا يعني. انا واثقة انك لما تعمليها اللي عندك في البيت هيقولوا لك انت شاريها من فين، مش هيصدقوا ان انت عاملاها، لانها فعلا تتبيلة حلوة جدا وجميلة. هنا انا قطعت ال6 بصلات وجبت فلفل. ما كانش عندي فلفل الوان فقطعت فلفل اخضر، بس قطعته شرايح زي ما انتوا شايفينها كده لان انا برضو هشوي. هنا توكلنا على الله بقى ونروح نبدأ مرحلة الشوي. انا هنا حطيت الجريل على النار الاتنين، في واحد بيتقفل وفي واحد مفتوح. اللي مفتوح ده انا جايباه من ايكيا، والتاني ده انا كنت شارياه من معرض بيبيع الاواني المنزلية. انا حطيت زيت وفردته بالفرشة. هبدأ انزل بالبصل اللي انا عاملاه شرايح، لان مش كل الناس بتحب البصل اللي هو الني، ولما بتشوي صراحة بيبقى طعمه احلى، لان بيبقى مكرمل كده وطعمه حلو. انا طبعا بشغل الاتنين جريل علشان يسعفوا معايا في الشوي. انتي على فكرة انتي ممكن تشوي على الشواية اللي هي بالفحم عادي، مفيش اي مشكلة اللي يعجبك يعني. بس انا هنا في البيت فبشوي على البوتاجاز في الجريل.
وانا بقى يعني انا لما بشوي ب... بساعد باللي هو الجريل المفتوح، وبعدين ارجع احط في الجريل المقفول، يعني بسعف مع نفسي يعني. طبعا وانتي بتشوي هتلاقي الحلقات اثناء الشوي بتفك منك، وده المطلوب. شوف، حتى انا اللي بلاقيها ماسكه في نفسها انا بفكها، بضغط عليها بحيث انها تفك، لان انا عايزاها حلقات. هنا انا جمعت البصل كله على بعضه زي ما انتوا شايفين، لونه بدأ ان هو يحمر، بس مش الحمار اللي هو هيبقى محروق، لا، اللي هو الحمار اللي هو الشوي. هبدأ افرده على البقدونس، واللي هفرده هحط عليه بردك من التتبيلة اللي معايا، اللي هي فيها الملح بفلفل اسمر المبهر والسماق او السماق زي ما بنقول. بعد ما اطلعه خلاص هبدأ ارش عليه، وهنا هبدأ اشوي الفلفل برضه. طبعا الازازة دي بتنزل حبة بحبة. هنا انا برش اهو زي ما انتم شايفين كده، يبقى ده التتبيلة بتاعة البصل. عودي نفسك وانتي بتشتغلي في المشاوي، حطي كل حدق حاجة بنفسها، يعني مش هحط كل الحدق مرة واحدة، لا. انا حطيت البقدونس، حطيت حدق البقدونس، حطيت البصل احط حدق البصل، هحط الفلفل احط حدق الفلفل، علشان اللي بياكل ما يحسش ان الاكل كله حادق. وخلي ايدك بردك موزونة في الملح اللي انت بترشيه، رشي على خفيف، بحيث ان لو حد بيحب الملح خفيف تمام، لو حد بيحب الملح تقيل هو هيزود، لان انت في الاخر بترجعي تحطي الملح ده على السفرة جنب المشاوي. هنا انا فردت الفلفل زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بردك احط عليه الحدق بتاعه خفيف خفيف، واللي يعوز يزود اثناء الاكل. هنا انا حطيت اللي هو الوراك وبدأت اشوي، بحط واقلب، وهبدأ اروح عند الجريل التاني بزود له سنة زيت بسيطة، وهبدأ احط صدور الدجاج او الشرايح او صدور الفراخ يعني، او صدور الفروش زي ما بيقولوا، على حسب انتوا بتقولوا عليها ايه في بلدكم. لو على فكرة لو انت ما عندكيش جريل شوي زي كده، ممكن تشوي في طاسة تيفال او في طاسة ألمونيوم. بس أنصحك قبل ما تشوي في الطاسة الألمونيوم حطي فيها زيت وملح وبمنديل، وادعكيها، وبعدين امسحي، ما تغسليهاش، امسحي الملح والزيت واشوي فيها، مش هتلزق. ولو عندك طاسة تيفال أو طاسة سيراميك أيا كان مفيش أي مشكلة. هنا خلاص أنا شويت اللي هو الوراك، وهبدأ أشيلها. طبعا النار ما بتبقاش عالية على طول ولا بتبقى واطية على طول، لكل مرحلة وليها النار بتاعتها. يعني مثلا انا اول ما حطيت عليت النار عشان ياخد الصدمة، وارجع اهدي النار شوية، حسيت انه محتاج النار اعليها. انتي بتعلي وتوطي النار طول ما انتي بتشوي، لان مرحلة بداية الشوي مش زي اخرها، عشان الاكل ما ينحرقش منك من قبل ما يستوي.
وهنا انا خلصت الشوي. دي العلبة الصغيرة دي بتيجي فيها عسل او مربى او زبدة، بس انا مش برميها الصراحة لانها عجبتني، فانا بحطها على قد حتة الفحم. ولو ما عندكيش اعملي قطعة ألمونيوم، ورق ألمونيوم واعمليها. هنا انا حطيتها وحطيت عليها حبة زيت، وقفلت الصينية اللي انا برص فيها، وهسيبها شوية عبال ما اجهز التومية واجهز الطحين. خلاص كده، ادي صينية المشاوي بتاعتنا. ايه رأيكم؟ قولولي بقى لو هتشتروها من بره هتشتروها بكام؟ هنا التومية ودي الطحينة، وده الاكل بتاعنا. وما تنسوش اللايك.